أهلا بيكم. النهاردة هشارك معاكم وصفتي المعتمدة علشان أعمل فراخ مشوية بأسهل طريقة. شايفين ما شاء الله السوا بتاعها دايب دوب، طالعة بلون تحفة، والصوص بتاعها تحفة جدا، والسوا ما أقولكوش. شايفين ما شاء الله مهرية كده ومستوية جدا جدا. وكمان الخضار اللي أنا عاملاه معاها هيطلع بصوص رهيب قوي ومظبوط جدا، ولا مهري ولا مثلا ناقص سوا. هقول لكم على الوصفة المعتمدة بتاعتي والتوابل اللي أنا باعتمدها علشان أعمل أسهل صينية فراخ مشوية ممكن تعمليها وبطعم خرافة. ويلا بينا على طول نبتدي. بس قبل ما نبتدي أتمنى إن انتي تدعميني باللايك والشير وكمان الاشتراك في القناة علشان أتشجع وأنزل لكم فيديوهات تانية كتير ووصفات أحلى وأحلى من بعض. ويلا على طول نبتدي. أول حاجة خالص جبت هنا بصلاية كبيرة، قطعتها قطع صغيرة جدا، أو يستحسن تكون مبشورة، وكمان طماطمايه كبيره مبشوره. وحطي بقى التوابل بتاعتك. التوابل اللي هي ايه؟ هقول لك الاساس بتاعي هنا في التوابل: البصل البودر والثوم البودر والجنزبيل والبابريكا والفلفل الاسمر، ولو عندك بهارات فراخ. هو ده الاساس. اساس اي فراخ مشويه لازم تحط لها فلفل اسمر وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وتوابل فراخ، ولو في كزبره ناشفه تبقى حلوه قوي. تعالي بقى المكون السحري اللي هيديكي طعم المزازه الحلوه قوي الجميل، اللي هو بشر الليمون، وكمان هيضيع اي زفاره نهائي من الفراخ بتاعتك، وهتدوقي بجد طعم حلو، حكايه حلو جدا. هجيب ليمونيه كده كبيره وهاخد القشر بتاعها، وطبعا خلي بالك ما تاخديش الجزء الابيض. وهاتي بقى هنا معلقه توم كبيره مهروسه. جماعه التوم مع الليمون، وطبعا هنا قطعت بقى الليمونيه واخدت العصير بتاعها. التوم مع الليمون مع القشر الليمون ده هيدي طعم حلو جدا، وده اساس الخلطه بتاعتي. وحطيت عليهم معلقتين كبار من الزيت، وظبطي بقى الملح بتاعك. وطبعا ما ننساش معلقه السكر. معلقه السكر هنا مهمه جدا علشان طعم الطماطم يطلع حلو، وكمان يعادل معايا طعم الطماطم او الصلصه لو انت هتستخدمي صلصه. بس انا هنا بحب استخدم الطماطم المبشوره. طبعا لو عايزه تزودي مثلا اللي هو الصويا صوص مفيش مشكله خالص، بس انا هنا بقولك الاساس تتبيله يا جماعه، اعتمديها بجد طعمها تحفه خرافه. وطبعا انا كنت منزله معاكم شورتس قبل كده عن تنظيف الفراخ. انا بقى هنا نظفتها وقطعتها ومسكت بقى كل قطعه من الفراخ اللي عندي وتبلتها كويس جدا. ودخلي بقى الخلطه اللي انت عملتيها دي تحت الجلد كده، واعملها كده مساج خفيف علشان الفراخ بتاعتك تتشرب كويس قوي من الخلطه. طبعا هقولك الافضل ان انت تسيبيها اقل شيء ساعتين في الخلطه دي، او مثلا انت قبل ما تعملي الاكل بتاعك جهزيها الصبح وسيبيها في التلاجة وبعدين نستخدمها. بس انا والله كنت مستعجلة واستخدمتها على طول وطلع طعمها تحفة حلو جدا. جبت هنا بقى الخضار بتاعي، اي خضار انت بتحبيه استخدميه: بصل، طماطم، جزر، فلفل، بطاطس. ورشيت عليهم رشة فلفل اسمر كده حلوة، وكمان رشة ملح. وقلبي بقى الخضار بتاعك كويس جدا. وطبعا انتوا عارفين ان الصوص بتاع الفراخ هينزل على الخضار ده وهيطعمه برضه وهيديله طعم حلو جدا. مش هقولك بقى هنشويها بقى على الفحم ولا هحطها في صينية، انا هحطها في كيس، في كيس يا مي. طبعا انتوا لو لسه اول مره تشوفيني، انا مي شاهين ودي قناتي على اليوتيوب. اتمنى ان انت تشتركي في القناه وتفعلي جرس التنبيهات. شايفين الكرتونه دي فيها 2 كيس حراري بيتباع في اي هايبر واي ماركت يعني. طبعا دي في منه احجام، انا بجيب الحجم الكبير. ممكن بقى تستخدميه مع البط. على فكرة ليه مفعول سحر في السوى، بيسوي الحاجة بسرعة جدا من غير ما تاخد وقت، وبيسويها حلو جدا جدا، وبيطلعها مشوية يا جماعة. يعني الكيس الحراري ده بجد تحفة معجزة، حاجة كده سهلة جدا وبتسهل علينا حاجات كتير قوي، بدل ما تقعدي تشوي وتسلقي وبعد كده تحطي في الفرن. لا بجد سهل جدا. بحط بقى فيه الخضار، هو بيجي كده كيسين، وطبعا في حجم اصغر من كده بس انا جايبه الحجم الكبير على حسب اللي انت عايزاه. بتلاقيه كله متوفر جدا على فكرة. بيجي كيس كده بستخدمه، بفتحه وبحط فيه بقى الخضار بتاعي وبترصيه كويس جدا في صينية. بتجيبي صينية قد الخضار او الحاجة اللي انت مستخدماها، وبرص بقى كده فوقيه قطع الفراخ. بجد وصفة يا جماعة، عايزة اقولك للناس المستعجلة حقيقة
يعني أنتِ ممكن تتبّلي الفراخ مثلًا الصبح قبل ما تروحي مثلًا الشغل أو قبل ما تعملي شغل البيت بتاعِك، وبتسيبيها في التلاجة، وبعدين بتقطّعي الخضار وبتحطّي كلّه على بعضه وبيخش الفرن وشكرًا على كده. وباجيب بقى هنا الصوص بتاعي اللي اتبقى وبرضه باوزّعه بقى كده كويس جدًا على الفراخ وعلى الخضار بتاعي. بجد يا جماعة طعم الوصفة دي حلو جدًا، لو عندِك عزومة، لو أنتِ مستعجلة وعايزة تعملي حاجة طعمها حلو، مش بس سلقة أو مجرد صينية كده تدخّليها في الفرن، بجد اعتمدي الوصفة دي وقولي لي في الcomment إيه رأيِك فيها. هنا بقى ضبّطتها خالص، بس علشان تستخدمي الكيس الحراري صح، تابعي معايا علشان أقول لِك التركتين علشان ما يبوظ معاكِ الوصفة. أنا هنا خلاص بتحاولي بقى تطلّعي الهوا من الكيس وتلفّيه كده من عند الطرف بتاعه علشان يتقفل، والكيس بييجي معاه شرايط صغيّرة كده بتبقى شرايط قوية شوية، دي علشان تقفليه بيها، تمام؟ فبعد كده ما تلفّي الكيس على بعضه بتمسكي بقى الشريط وبتقفلي عادي خالص أهو، بتلفّي طرفين الشريط على بعض علشان يتقفل كويس. وبعد كده باجيب سكينة وباعمل فتحة بسيطة، وباجيب بقى مَيّة مغلية وبابدأ إن أنا أصُب المَيّة في الصينية. أهم حاجة إن المَيّة ما تخشش الكيس خالص، أنتِ بتحطي المَيّة المغلية أو السخنة جدًا من الكاتل مثلًا جوّه الصينية نفسها، ما لكيش علاقة خالص بداخل الكيس أو بالفراخ بتاعتِك. بتحطي مَيّة قد إيه، حوالي ربع الصينية زي ما أنتِ شايفة كده، وبعدين بتدخل على الفرن على الشبكة في الرف اللي تحت مدة نُص ساعة لساعة إلا ربع، نار 200 درجة 200 درجة يعني على حسب الفرن بتاعِك، ممكن أعلى من كده شوية، وبتسيبيها بقى زي ما قُلت لِك نُص ساعة لساعة إلا ربع، وهتطلع معاكِ بالجمال ده. بتطلّعيها وبالراحة كده واحدة، واحدة، أنا جايبة لِك كل التفاصيل يا جماعة علشان اللي لسه ما جرّبش الكيس الحراري يعرف كويس أوي إزاي يستعمله. وبتقصي بقى كده بالمقص بالراحة، وخلّي بالِك شايفين الجلد ما شاء الله احمر وأخد اللون التحفة ده، وبتسلّكيه بالراحة من الكيس بتاعِك أهو بالراحة جدًا، وبيطلع معاكِ بمنتهى السهولة. لو أنتِ محتاجة الخضار بتاعِك هو كمان ياخد لون، ممكن بعد ما تشيلي كده الكيس بالمقص من فوق بتدخّليه تاني على الشواية، بس أنا بالنسبة لي ما شاء الله كده تمام التمام. وعلى فكرة هنا البخار مبوّظ شوية التصوير أو مأثّر على الكاميرا بتاعتي. هنا بقى بعد ما هدِت شوية بتبدئي بقى إن أنتِ تغرفيها، بجد يا جماعة وصفة تحفة، ما شاء الله شايفين الصوص بقى نزل هنا من الفراخ وطبعًا طعّم الخضار بتاعي، عايزة أقول لِك إن الخضار بجد كان طعمه أحلى من الفراخ، حلوة جدًا، وصفة سريعة مش هتتعبي فيها أبدًا، أنتِ بس مجرد ما هتتبّلي وتحطّي في الكيس وتدخّلي الفرن، ولا هتقلّبي ولا هتهتمي ولا يمين ولا شمال، هتضبّطي بس درجة الحرارة على 200 أو أعلى من كده على حسب الفرن بتاعِك، وزي ما قُلت لِك على الشبكة نُص ساعة، ساعة إلا ربع بالكتير، هتلاقي الفراخ أخدت وِش من غير بقى ما تشغّلي شواية ولا توجعي دماغِك خالص. شايفين؟ بمنتهى البساطة هتعملي أحلى وصفة فراخ، هتعتمديها وهتدعي لي وأشوفكم على خير في وصفات جاية كتير.